يا اخي، بقى الواحد هيموت ويسيب كل الارض دي. لا اله الا الله، كل الارض دي الواحد يسيبها وبعد كده يستفاد ايش بقى؟ ها؟ ده انا روحي كله شطرات بتاعت الارض دول. ما هو مش معقول اسيب الارض ده كله. انا هعمل فكره حلوه، انا هبيع نص فدان واخليهم يعملوا لي مقاف في قلب الفحل ده، والناس تيجي تزورني هنا، يبقى انا كده استفدت. ايوه، ما انا مش هيدفنوه في قلب التربه واسيب الارض ده كله، والله ما هسيبها. انا عشت هنا واتولدت هنا وهموت هنا ومش هدفن الا هنا. انا رحت الارض، انا مش هسيب الارض ده كله. هوصلهم يحفروا القبر هنا اهو ونص فدان بحال واطلع لهم عفريت هنا احرسها. مش هعرف ده عمال يقول يا رب يقول دلوقتي يا رب يقول لا يا رب يقول الليل هنصبح نلاقي بتوافق عشان يقسم. بالك ادي حكاه، انت تعبت وشقيتها. بالك ادي حكاه. واحد كان عنده 10000 فدان، هتقلع تبكي يا حاج واد. خلف 10 عيال، كل عيل ورث كام؟ كان عنده 10000. 10000 فدان، كل واحد ورث كام؟ 10000. كل واحد ورث كام؟ 10000. قول يا حاج. مرة واحد ورث 10000 فدان، اللهم صل على النبي، الله اكبر. عمل نفسه ذكر وخلف 10 عيال. بسم الله ما شاء الله. يبقى كل عيل ورث كام؟ 1000 فدان. حلو الكلام. اللي ورث 1000 فدان قال لك والله لا خلف 10 عيال، يبقى كل عيل ورث كام؟ 100 فدان. اللي ورث 100 فدان عمل نفسه ذكر وخلف 10 عيال، يبقى كل عيل ورثه كام؟ 10 فدادين. 10 فدادين. اللي ورث 10 فدادين راح مخلف 10 عيال. هم واخدينها ورثه على بعضيها اهو مع الشريك. كل واحد ورث فدان. اللهم ديك فرح قال لك والله لا خلف 10 عيال، كل واحد ورث كام؟ اللي ورث قيراطين عمل ايه؟ بقى في البلد يقول لك ابويا كان عنده ورث. يلا يا حجاج، يلا ربنا يسترها ونموت على خير. يلا روح انت، عايز احزن شويه على نفسي عشان انا ما ورثتش. يا غبي انت ما بتفهمش. ما هو انت اللي جدك كان عنده 10000 فدان. يا راجل عشان كده بقول لك انا خايف على الارض. رحت تمسكك وجع كتفه.